هنعمل وصفة من اللي بتطبطب على القلب، سينابون سريع وخطير سخن كده ويجنن. معلقة كبيرة زبدة سايحة، معلقة كبيرة سكر بني أو سكر عادي، معلقة صغيرة قرفة واركنهم على جنب. بعد كده 4 معالق كبار دقيق، معلقة كبيرة سكر، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وهقلب كده. بعد كده أحط معلقة كبيرة زيت و4 معالق كبار لبن، وأقلب أقلب لحد ما القوام بتاعي يبقى زي ما احنا شايفين كده، ولا خفيف ولا تقيل. الطاجن بقى الصغير بتاعك، ويلا بينا حطي بقى كده نص الكمية، وبعدين صوص القرفة اللي احنا عملناه، وبعدين نص الكمية التاني، طبقات يعني كده ورا بعض. عايزة اقول لكم لذيذ وخطير، هتعشقوا سينابون سريع في دقايق. ولا بقى هتقعدي تفردي ولا تخمري ولا تعملي، في البرد ده بقى لذيذ جدا جدا. تمام، عملته طبقات كده، هدخله الاير فراير 12 دقيقة وهيكون طالع معايا. ممكن تدخليه فرن عادي 18 دقيقة ولا حاجة في الفرن العادي. بعد كده بقى الصوص اللي على الوش الكريمي، حطيت معلقتين كبار جبنة كريمي، معلقتين كبار سكر بودرة، ومعلقة زبدة، مكعب زبدة يعني صغير. قلبت وبعدين هنزل بقى بمعلقة في معلقة لبن لحد ما القوام بتاعي يبقى يعني شايفين بالقوام ده. طلعت معايا بقى خطير السينابون بتاعها. عايزه اقول لكم قالب البيت من ريحه خطيره، ريحه القرفه مع السكر، مع مش قادره اقول لكم جميل جميل. وهو سخن حطيت عليه الصوص الكريمي، وبعدين شويه صوص كراميل، وبالهنا والشفا. عايزه اقول لكم هتعشقوه، هتدمنوه، هتعملوه كل يوم وانا مش مسؤوله، بجد يجنن. بصوا بقى، خطير وسهل، هتعمليه في دقايق وانت واقفه. حلو قوي قوي، جربوه هيعجبكم جدا.